حكايه قديس وشهيد معجزتنا عن معجزه عملتها الست العذراء مع بنت كانت ميته اكليكيا في المستشفى. بيقول ابونا ابراهيم عبده انه كان عنده اجتماع، وهو في الاجتماع بص لقي بنت داخله بتعيط وبتقول له يا ابونا بنتي خالتي ميته اكليكيا في المستشفى، وابوها بعتني علشان يقول لك يشيلوا الاجهزه من عليها زي ما الدكاتره قالت لهم النهارده ولا يسيبوا الاجهزه. قال لها يا بنتي دي مسؤوليتهم هم، انا ما اقدرش اشور عليكم ان انتوا تعملوا ايه، وبرده القرار ده يكون قرار العيله. قالت له يا ابونا هو بيقول لك ان هم هيعملوا باللي انت هتقوله، لان بيقولوا لابونا يقولوا يعتبر طالع من فم ربنا، احنا نعمل ايه؟ فوقف ابونا وصلى لربنا، وهو بيصلي سمع صوت بيقول له اني خليهم يسيبوا الاجهزه. كرر ابونا ابراهيم الصلاه تاني، سمع الصوت تاني بيقول له خليهم يسيبوا الاجهزه. فقال لها يا بنتي خليهم يسيبوا الاجهزه. قالت له بس يا ابونا دي مستشفى خاصه ومستشفى غاليه جدا، والدكاتره بيقولوا كده كده هي ميته اكليكيا، احنا نعمل ايه؟ قال لها قولي لهم سيبوا الاجهزه لان ربنا شكله عايز يعمل معاها معجزه. وفي الوقت ده راحت البنت وقالت لاهلها وراحوا سابوا الاجهزه، وبصوا لقوا الساعه 2 بالليل ان كانت في دكتوره معاها في غرفه العنايه، وهي ومعاها لقت باب العنايه اتفتح ودخلت ام النور العذراء مريم. ولما شافتها البنت الدكتوره قالت لها ايه ده انت شبه ستنا العذراء مريم قوي. قالت لها معانا ام النور العذراء مريم. الدكتوره استغربت وبقت مش عارفه تقول للعذراء اي حاجه ولا عارفه تتكلم خالص، وبصت لقيت العذراء حطت ايدها تحت راس البنت وقالت لها قومي يا بنتي ابني بعتني او بيقول لك قومي. وفعلا في الوقت ده قامت البنت وخفت خالص وبقت ما فيهاش اي حاجه تماما. وبركه العذراء مريم تكون معانا وربنا المجد الدائم للابد امين.